لو بتحاول تقضي يوم حلو على المدى القصير وحياة هنيئة على المدى الطويل، يبقى لازم تعرف ال10 عادات دول وتبعد عنهم تماما. تعال نعرفك عليهم. الاستغناء عن وجبة الإفطار. ناس كتير بينزلوا الصبح مستعجلين ومش بيفطروا، على الرغم من كونها الوجبة الأهم على مدار اليوم، لأن جسمك بيبقى في حاجة ماسة لكل عناصر الأكل بعد انقطاع طويل بسبب النوم. النزول من البيت أثناء المرض، وده اللي كلنا بنعمله لما بنتحمل على نفسنا وبنروح الشغل أو الدراسة واحنا تعبانين، رغم ان الراحة التامة ليوم واحد بس كفيلة انها تغنيك عن عناء ممكن يدوم بعدها الأيام. الأكل المفرط في وقت قصير، واللي بدوره ممكن يسبب عسر هضم وبيكون صعب على الجسم انه يهضمه بشكل كامل، فحاول توزع أكلك بشكل متوازي على مدار اليوم عشان تحصل على أقصى استفادة. عدم شرب مياه كافية، واللي للأسف بيؤدي لمشاكل صحية ملهاش أول من آخر، ناهيك عن فقدان التركيز وضعف الذاكرة، لذلك احرص انك تشرب مش أقل من 8 أكواب مياه كل يوم. التوتر لفترات طويلة. الإنسان لما بيتوتر الجسم بتاعه بيفرز هرمون الكورتيزول اللي بيرفع مستوى السكر في الدم، وفي بعض الأحيان بيبدأ في إتلاف خلايا المخ ببطء. فلو لقيت نفسك بدأت تتوتر لأي سبب، احرص انك تتخلص منه في أسرع وقت ممكن وبأي شكل. تغطية الراس أثناء النوم، واللي بيحدد مساحة التنفس في مساحة صغيرة جدا، ومع مرور الوقت الأكسجين بيخلص وبتبدأ في استنشاق ثاني أكسيد الكربون، واللي ممكن يسبب فقدان في الوعي واختناق. عشان كده احرص ان راسك تكون مش متغطية وانت نايم. الهيدفونز طول اليوم. أصدقائنا عشاق الموسيقى اللي طول اليوم حاطين الهيدفونز على ودانهم لازم تقللوا استخدامها شوية، أو على الأقل افصلوا 10 دقايق بعد كل ساعة، عشان الاستخدام المستمر ممكن يسبب ضمور في طبلة الودن. السكر والملح. أخصائيين التغذية بيسموهم السم الأبيض، وده بيرجع لأضرارهم الجسيمة على الجسم في حالة أكلهم بجرعات عالية نسبيا، فلو أنت من الناس اللي بتاكلهم كتير يفضل تبدأ تقلل منهم شوية. النوم أقل من 7 ساعات في اليوم، واللي بيمثل خطورة كبيرة على العقل البشري وبيضعف وظائف الجسم وبيقلل من كفاءتها، فحافظ لنفسك على 8 ساعات من النوم يوميا مهما كان التمن. إبقاء أصدقاء السوء. للأسف كتير مننا بيفضل يحافظ على أصحابه حتى ولو كانوا أشخاص مش كويسين بحجة العشرة وكده، لكن علماء الاجتماع ليهم رأي تاني منافي تماما، وهو إنه واجب حتمي عليك التخلص من الأشخاص دول من حياتك، لأن بقائهم كفيل إنه يضرك بشكل غير مباشر. مش بس كده، كمان ليه تأثير على قراراتك واختياراتك حتى وإن كان ما كانش ليهم تدخل فيها. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولو عايزنا نكمل ساعدنا ننشر فيديوهاتنا واعمل لها شير على فيسبوك وجوجل بلس، وكمان تقدر تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت كلها من هنا.